الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. تكوين الدوال. حنتعلم في الدرس هذا كيف نكون الدوال من حيث أمرين: الأمر الأول إيجاد معدل التغير وتفسيره، كذلك إيجاد القيمة الأولية. بالنسبة لمثال رقم 1، يمنحك متجر أحذية نقاطا مجانية عندما تشترك في برنامج بطاقات الهدايا، حيث تحصل على نقاط إضافية كلما اشتريت حذاء جديدا. يوضح التمثيل البياني إجمالي النقاط المكتسبة نظير شراء عدة أحذية. أوجد وفسر معدل التغير وكذلك القيمة الأولية. أول شيء بالنسبة لإيجاد معدل التغير، معدل التغير هو عبارة عن التغير في Y على التغير في X. هذا بالنسبة لمعدل التغير. إيجاده عن طريق أخذ نقطتين، ولتكن النقطة هاي والنقطة هاي مثلا على الخط المستقيم. هاي النقطة عبارة عن 2 محور X، محور الواي عبارة عن 60. النقطة هاي عبارة عن 4 محور X، والواي عبارة عن 90. إذا عندنا نقطتين اللي عبارة عن 2 60 و4 و90. هاي عبارة عن X وهاي عبارة عن Y. X عبارة عن Y. الآن راح نطرح التغير في Y، بمعنى هاي Y وهاي Y. 90 ناقص 60، 90 ناقص 60 التغير في Y، كذلك التغير في X اللي عملنا عبارة عن 4 ناقص 2. طبعا احنا وجدنا نقطتين ال 62 و 94. طبعا اي نقاط على الخط المستقيم تكون الاجابه متشابهه، نفس الاجابه. الان بالنسبه للتغير في اكس هي عباره عن 4 ناقص 2. الان معدل التغير 90 ناقص 60 عباره عن 30. 4 ناقص 2 عباره عن 2، اذا بيساوي 15. هذا معدل التغير. طلب منا ايجاد، اوجدنا 15. الان تفسيره 15. طبعا لو قسمنا 30 تقسيم 2، 15 تقسيم 1، بمعنى هو 15. إذا 15 إذا يحصل على 15 نقطة مقابل 1، يعني حذاء 1 مقابل حذاء 1. هذا بالنسبة لإيجاد معدل التغير، وكذلك هذا التفسير. الآن القيمة الأولية بنجيها من خلال علاقة y بتساوي mx زائد البي. ناخذ أي نقطتين، ولتكن إحنا النقطة الأولى مثلا 62 حتى نوجد قيمة البي. البي عندنا هي القيمة الأولية اللي احنا بنسميها التقاطع مع محور واي، بمعنى لو عملنا هذا الخط امتداده على محور واي حيعطينا قيمة البي اللي هي القيمة الأولية. إذا طبعا هاي قيمة اكس وهذه قيمة الواي. الواي بننزلها 60، بننزل اللي يساوي الميل. عندي الميل هو عبارة عن الام، هاي عفوا الميل هي الام عبارة عن 15 اللي هي معدل التغير. 15 اكس عبارة عن 2 على حسب النقطة اللي عندي 2 زائد البي. البي هي عبارة عن التقاطع مع محور واي اللي هي عبارة عن القيمة الأولية. لو قلنا 15 ضرب 2 عبارة عن 30 تساوي، ننزل 60 زائد البي. نتخلص من 30 طبعا موجبة، ناقص نطرح 30 على كلا الطرفين. إذا بي بتساوي، طبعا 30 ناقص 30 عبارة عن 0، 60 ناقص 30 عبارة عن 30. إذا القيمة الأولية هي عبارة عن 30. بلاحظ إنه لو أنا استمريت بالخط بلاحظ انه عند الصفر كانت النقطة كم؟ 30. هذا بالنسبة لمثال رقم 1. ناخذ سؤال رقم، اتأكد من فهمك حتى نوضح الصورة بشكل أفضل. سؤال رقم 2: شركة موسيقى تفرض رسوم اشتراك سنوية بالإضافة إلى رسوم شهرية. يوضح الرسم البياني التكلفة الإجمالية لعدد من الأشهر بما في ذلك الرسوم السنوية. أوجد وفسر معدل التغير. معدل التغير هو التغير في Y على التغير في X. ناخذ أي نقطتين، ولتكن النقطة هاي أول واحدة والنقطة الثانية. جميع النقاط تصلح، احنا فقط بحاجة لنقطتين فقط.
أي النقطة الأولى والنقطة الثانية. طبعا احنا حكينا في السابق في المثال السابق التغير في y على التغير في x. طبعا هاي عبارة عن x وهي عبارة عن الواي x y. الآن الواي عندي هنا 21 و15. إذا 21 ناقص 15. بالنسبة للإكس 3 وعندي 1 3 ناقص الواحد. إذا 21 ناقص 15 عبارة عن 6. 3 ناقص 1 عبارة عن 2. إذا ما يساوي 3 إلى 1. هذا هو معدل التغير 3. الآن هذا بالنسبة لإيجاد معدل التغير. التفسير تتقاضى شركة الموسيقى 3 دراهم واحد في كل شهر إضافي. هذا بالنسبة للتفسير. نيجي لإيجاد القيمة الأولية. ناخذ ولتكن النقطة الأولى 1 و15. إيجاد القيمة الأولية. إذا نكتب القاعدة y بتساوي mx زائد البي. البي هي عبارة عن التقاطع مع محور y اللي هي القيمة الأولية. إذا القيمة الأولية عندي هان هي نفسها البي. الآن الواي طبعا هاي عبارة عن x وهاي عبارة عن y. احنا أخذنا النقطة الأولى. لو أخذنا النقطة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة أي نقطة على خط الأعداد هي نقاط صحيحة تحصل على نفس الإجابة. إذا الواي عبارة عن 15 تساوي الام هي عبارة عن الثلاثة. الام اللي هي معدل التغير 3. اكس عبارة عن الواحد زائد البي. إذا 3 ضرب 1 عبارة عن 3 زائد البي. نتخلص من 3 موجبة. إذا عكس الموجب سالب. سالب 3 إلى كلا الطرفين. 3 ناقص 3 عبارة عن صفر. إذا بي بيساوي 15 ناقص 3 هي عبارة عن 12. إذا القيمة الأولية هي عبارة عن 12 نقطة، أو آسف إن صح التعبير 12 درهم. بنلاحظ الخط المستقيم هذا عند الصفر وين وصل؟ هان تقاطع تقريبا 10 15 في النص تقريبا 12. التكلفة الإجمالية 12 درهم. ننتقل لمثال آخر. أماني لديها بعض الصور في ألبوم الصور الخاص بها وتنوي إضافة 12 صورة إليه كل أسبوع. إذن لو أخذنا القاعدة y بتساوي mx زائد البي. هذه القاعدة العامة اللي أخذناها في السابق. وقلنا إنه عندي 12 صورة كل أسبوع. هاي عبارة عن 12x. لماذا؟ كلمة كل أسبوع يعني ضرب 12 في الأسبوع الأول 12 في الأسبوع الثاني 24 في الأسبوع الثالث 36 في الأسبوع الرابع إلى آخره. فبالتالي أصبح مع أماني 120 صورة. إذا مع أماني 120 صورة لقيمة الواي زائد البي. إذا أول كلمة معنا أوجد وفسر معدل التغير. معدل التغير هو عبارة عن 12 لقيمة أو القيمة الموجودة مع الإكس. معامل الإكس هي عبارة عن معدل التغير. إذا معدل التغير هو عبارة عن 12. التفسير 12 صورة كل أسبوع. هذا بالنسبة للمعدل التغير. القيمة الأولية هي قيمة البيئة. هذه القيمة الأولية. احنا لما ذكر في السؤال بعد 8 أسابيع. إذا حنستبدل الإكس بالثمانية تساوي 120 زائد البيئة. إذا حسب القاعدة 12 ضرب 8 هي عبارة عن 96 تساوي 120 زائد البيئة. هذه القيمة الأولية. إذا ننقص 96 إلى كلا الطرفين. إذا 96 ناقص 96 عبارة عن صفر. إذا بي اللي هي عبارة عن القيمة الأولية. البي عبارة عن قيمة شو بتساوي؟ 120 ناقص 96 هي عبارة عن 24. الآن انتهينا من مثال رقم 2. ننتقل لتأكد من فهمك. تفرض حديقة حيوان رسوم على عربة الأطفال تبلغ 20 درهم لكل ساعة. إذا اكتب القاعدة y بتساوي mx زائد البي. طبعا 20 درهم لكل ساعة هاي 20x زائد البي تساوي
طبعا تكلفة استئجار، طبعا الإكس هي عبارة عن عدد الساعات، تكلفة استئجار 5 ساعات هي عبارة عن 130. أول كلمة راح أحكيها هنا بالنسبة لمعدل التغير هي قيمة الام، هي عبارة عن إذا معدل التغير هو عبارة عن 20 درهم. التفسير 20 درهم لكل ساعة. الآن بالنسبة للقيمة الأولية هي قيمة البيع، القيمة الأولية عندي هان هي قيمة البيع، إوجادها طبعا عندنا 5 ساعات، إذا حنستبدل إكس بالخمس ساعات، 20 ضرب 5 بتساوي 130 زائد البي، نزلنا. الآن بدنا نوجد قيمة البي من هذا العلاقة. طبعا 5 ضرب 20 عبارة عن 100 تساوي 130 زائد البي، تخلص من 100 ناقص 100 إلى كلا الطرفين. 100 ناقص 100 عبارة عن صفر، لأن 100 بي بتساوي اللي هي القيمة الأولية 130 ناقص 100 هي عبارة عن 30 درهم. ننتقل لسؤال آخر. بالنسبة لمثال رقم 3 يوضح جدول المبلغ الذي ادخرته أمل. افترض أن العلاقة بين الكميتين خطية. أوجد وفسر معدل التغير. معدل التغير طبعا هنا اللي هو عبارة عن التغير في y على التغير في x بكل بساطة. طبعا التغير عندي هنا بلاحظ أنه 110 إلى 130. كم مقدار التغير؟ 20. من 3 إلى 4 مقدار التغير عبارة عن الواحد. إذا بالنسبة لادخار أمل تدخر، هذا التفسير طبعا هو بيساوي 20. تدخر أمل 20 درهم كل شهر، لأنه الواحد هي عبارة عن الإكس هي عبارة عن أشهر، لأن كل شهر. هذا بالنسبة لمعدل التغير، وهذا بالنسبة لأمل، بالنسبة للادخار التفسير. الآن نأخذ أول نقطة ولتكن 3 و110 إكس وواي. حتى نجيب القيمة الأولية نكتب القاعدة واي بتساوي ام إكس زائد البي. الواي عبارة عن 110. طبعا أخذنا أول نقطة، لو طالب أخذ النقطة الثانية الثالثة الرابع كله صح بيعطي نفس الإجابة. إذا واي هي عبارة عن 110 تساوي الام، هاي اللي هي عبارة عن معدل التغير، 20 تقسيم 1 بتساوي 20. هذه هي عبارة عن الام. قيمة الاكس شو بتساوي؟ بتساوي 3 زائد البي. الآن لو قلنا 20 ضرب 3 هي عبارة عن 60 تساوي 110 زائد البي. احنا بدنا قيمة البي اللي هي القيمة الأولية. هذه البي عبارة عن القيمة الأولية. نتخلص من 60 موجبة، طبعا ناقص 60 إلى كلا الطرفين. 60 ناقص 60 بتساوي 0، إذا بي بتساوي 110 ناقص 60 عبارة عن 50 درهم. هذه القيمة الأولية للمدخرات. ننتقل تأكد من فهمك. رقم سي يوضح الجدول التكلفة الشهرية لإرسال الرسائل النصية. افترض أن العلاقة بين الكميتين خطية. أوجد وفسر معدل التغير والقيمة الأولية. بالنسبة لمعدل التغير هو التغير في y على التغير في x. طبعا من 10.5 ل 10.60 مقدار التغير هو عبارة عن 1/10. بالنسبة لإكس من 5 ل 6 مقدار التغير هو عبارة عن الواحد. إذن التفسير هذا معدل التغير. التفسير تكلفة الرسالة الواحدة 1/10 درهم. هذا بالنسبة لمعدل التغير وكذلك التفسير. الآن بالنسبة للقيمة الأولية نكتب القاعدة y بتساوي m x زائد البي. ناخذ أي نقطة ولتكن أول نقطة معنا اللي هي 5 و10 و50 فلس. هذه x وهذه y. ذكر ما أخذنا أول نقطة، لو طالب أخذ النقطة الثانية الثالثة كله صح بيعطي نفس القراءة. الآن بالنسبة للواي عبارة عن 10 ونصف بتساوي الام، هي عبارة عن معدل التغير في هذا السؤال. معدل التغير عندي كم؟ معدل التغير 1/10 تقسيم 1/10. قيمة الإكس هي عبارة عن 5 زائد البي هي عبارة عن معدل القيمة الأولية. البي عندها هي عبارة عن القيمة الأولية.
الآن 1/10 ضرب 5 عبارة عن 5/10 تساوي 10.5 زائد البي. نتخلص من نصف ناقص نصف إلى كلا الطرفين. نصف ناقص نصف بيساوي 0، إذن بي بيساوي 10.5 ناقص النصف هي عبارة عن 10 درهم. هذه القيمة الأولية. ننتقل لسؤال آخر. تمرين موجه ضمن برنامج الاحتفال الكبير. أعطت مدينة ملاهي قطع الألعاب المعدنية مجانية إلى أول 100 عميل. يوضح التمثيل البياني عد القطع اللعب المعدنية التي حصل عليها العملاء مقابل كل درهم أنفقوه في مدينة الملاهي. أوجد وفسر معدل التغير. معدل التغير هو في تمرين موجه أول سؤال دي واي على معدل التغير. التغير في واي على التغير في إكس. إحنا بنسميها دلتا واي على دلتا إكس. الآن طبعا إحنا بنعرف إنه ناخذ أي نقطتين ولتكن النقطة هاي والنقطة هاي اللي عبارة عن 5 و32 ومثلا 6 و38. الآن معدل التغير هذه اكس وهذه واي. هذه اكس وهذه واي. إذن قيمة الواي عندي اللي عبارة عن 38 ناقص 32. التغير في واي. التغير في اكس هي عبارة عن اللي هو عندنا 5 و6. إذن 6 ناقص 5. هذا معدل التغير. إذن ما يساوي 38 ناقص عبارة عن 6. 6 ناقص 5 عبارة عن الواحد. إذن تفسير 6 قطع معدنية إضافية مقابل كل درهم. طبعا درهم يتم إنفاقه. هذا بالنسبة للتفسير. انتهينا معدل التغير. نتكلم عن قطع اللعب المعدنية. انتهينا 6 قطع بالنسبة لكل واحد درهم. هذا بالنسبة لمعدل التغير والتفسير. ننتقل للقيمة الأولية. هي عبارة عن y بتساوي mx زائد البي. القيمة الأولية هي عبارة عن القيمة الأولية هي عبارة عن البي. قيمة البي. ناخذ أي نقطة ولتكن النقطة الأولى هي عبارة عن 5 و32. أي نقطة طبعا كله بيعطي نفس القراءات. هاي قيمة x وهذه قيمة الواي. الآن لو نعوض قيمة الواي عبارة عن 32 تساوي الام عندي هي عبارة عن معدل التغير. 6 تقسيم 1 هي عبارة عن 6. الام يعني معدل التغير عندي أنا. الاكس هي عبارة عن 5 زائد البي. إذا 6 ضرب 5 عبارة عن 30 بتساوي 32 زائد البي. الآن 30 ناقص 30 إلى كلا الطرفين. 30 ناقص 30 عبارة عن 0. إذا بي بيساوي 32 ناقص 30 هي عبارة عن إذا القيمة الأولية هي عبارة عن 2. ننتقل لسؤال آخر. سؤال رقم 2. متحف تاريخي يفرض رسوم على دليل السياح الصوتي قدره 20 درهم لكل ساعة. نكتب القاعدة y بتساوي m x زائد البي. إذا 20 درهم لكل ساعة 20 x يعني الساعة الواحدة 20، الساعتين 40، الثلاث ساعات 60. بنزيد بهذا الشكل. الآن طبعا زائد البي هي عبارة عن القيمة الأولية بتساوي طبعا عندي 4 ساعات تكلفتهم 120 درهم. إذا 120 درهم والإكس هي عبارة عن الأربعة زائد البي. الآن نفصلها واحدة واحدة. أول شيء عندي 20 إكس هذا الإم اللي هي عبارة عن معدل التغير. إذا أول شيء معدل التغير هو عبارة عن 20 درهم. التفسير 20 درهم لكل ساعة. هذا بالنسبة لمعدل التغير وكذلك التفسير. الآن القيمة الأولية بنحل هذه العلاقة وجيب قيمة البي. قيمة البي هي القيمة الأولية. الآن بمعنى لو قلنا 20 ضرب 4 بيساوي 80 بتساوي 120 زائد البي. نتخلص من 80 ناقص 80 إلى كلا الطرفين. 80 ناقص 80 بتساوي 0. إذا بضل عندنا البي لوحدها بتساوي 120 ناقص 80 هي عبارة عن 40 درهم. هذه القيمة الأولية. ننتقل لسؤال رقم 3.
مركز علوم يفرض رسوم أولية على العضوية وتعتمد التكلفة الكلية على عدد الأشخاص الموجودين بالعضوية كما هو موضح بالجدول. افترض أن العلاقة بين الكميتين خطية. أوجد وفسر معدل التغير والقيمة الأولية. الآن أول شيء معدل التغير دلتا واي على دلتا إكس بتساوي، بلاحظ عندها هي قيمة الواي. الواي كانت 65 صارت 80. كم زودنا؟ لو قلنا 80 ناقص 65 عبارة عن 15. الآن بالنسبة للإكس 3 2 مقدار زيادة 1. إذا 15 درهم لكل شخص. إذا التفسير هذا بالنسبة إلى طبعا التفسير 15 درهم لكل شخص. هذا أول نقطة معنا، هذا معدل التغير وهذا هو التفسير. القيمة الأولية طبعا y بتساوي m x زائد البي. ناخذ نقطة ولتكن النقطة هاي اللي هي عبارة عن x بتساوي 2 والy بتساوي 65. طبعا هاي عبارة عن x وهذا عبارة عن الواي، ونعوض في المعادلة. الواي عبارة عن 65 بتساوي الام هي عبارة عن معدل التغير عند الام اللي 15 تقسيم 1 بتساوي 15. الاكس عبارة عن الاثنين زائد البي. الآن بدنا نجيب قيمة البي. 15 ضرب 2 بتساوي 30 بتساوي 65 زائد البي. نحل هذه العلاقة ناقص 30 إلى كلا الطرفين. إذا بي شو بتساوي؟ 65 ناقص 30 هي عبارة عن 35 طبعا درهم. هذه القيمة الأولية. القيمة الأولية اللي هي عبارة عن البي اللي احنا جبناها 35. ننتقل للسؤال الآخر. معلم يقرأ كتابا 8 ذاتية أمام الفصل، يوضح التمثيل بين عدد الصفحات التي يقرأها المعلم خلال الأيام القادمة. أوجد وفسر معدل التغير والقيمة الأولية. معدل التغير دلتا واي على دلتا إكس اللي احنا بنسميه التغير في واي على التغير في إكس. طبعا ناخذ أي نقطتين ولتكن النقطة الأولى اللي هي عبارة عن 3 و450 والنقطة الثانية عبارة عن 400 و550. الآن قيمة x وقيمة y بنعرف احنا هذا x وهذا y، هذا x وهذا y. الآن بالنسبة للتغير في y 550 و450 بلاحظ أن التغير عبارة عن 550 ناقص 450. بالنسبة للتغير على الإكس 4 3. إذا 4 ناقص 3. احنا أخذنا النقطتين لكن احنا أي نقطتين على خط الأعداد صحيحات. إذا ويساوي 550 ناقص 450 عبارة عن 100. 4 ناقص 3 عبارة عن الواحد. إذا هذا بالنسبة إلى معدل التغير. التفسير عند 100 اللي هي عبارة عن الواي اللي هي عدد الصفحات عندي. يقرأ 100 صفحة كل يوم، كل واحد يوم يعني. إذا يقرأ 100 صفحة، هذا المعلم يقرأ 100 صفحة كل يوم. هذا بالنسبة للتفسير وهذا بالنسبة لمعدل التغير. بالنسبة ضل عندنا النقطة الثانية اللي هي القيمة الأولية اللي هي عبارة عن y بتساوي m x زائد البي. عند البي هي عبارة عن القيمة الأولية التقاطع مع محور y. بمعنى ناخذ أي نقطة ولتكن النقطة الأولى اللي هي عبارة عن 3 450. هذه قيمة x وهذه قيمة الواي عبارة عن 450. الام هي عبارة عن معدل التغير 100 تقسيم 1 عبارة عن 100. الاكس عبارة عن 3 زائد البي. إذا 100 ضرب 3 عبارة عن 300 تساوي 450 زائد البي. طبعا نقص 300 إلى كلا الطرفين. 100 ناقص 300 ناقص 300 عبارة عن الصفر. إذا بي بتساوي 450 ناقص 300 عبارة عن 150. 150 شو طبعا 150 صفحة. هذه القيمة الأولية. لاحظ إنه هذا الخط لو عملت على امتداده
بلاحظ انه حيقطع محور واي في النصف هنا تقريبا على امتداده، فبالتالي يبقى القيمة الأولية عند الصفر في البداية يعني حيكون عنده 150 صفحة، لأنه البي هي عبارة عن التقاطع مع محور واي. هذا الخط المستقيم قطع الواي وين؟ بين 100 وال200 يعني 150. ننتقل لسؤال رقم 2. حديقة مائية تفرض رسوما على استئجار القوارب المطاطية القابلة للنفخ مقابل 15 درهم لكل ساعة. هذه عبارة عن معدل التغير. إذا معدل التغير 15 درهم كل ساعة، هذا معدل التغير. الآن احنا انتهينا من معدل التغير وتفسيره، كان جاهز في السؤال. القيمة الأولية أو الأولي، اكتب القاعدة y بتساوي mx زائد البي. طبعا 15 درهم في الساعة هي 15 x، بمعنى في الساعة الأولى 15، في الساعة الثانية 30، في الساعة الثالثة 45 بزيادة، بالإضافة طبعا زائد رسوم ثابتة ب مجهولة. الآن التكلفة الإجمالية لاستئجار القارب لمدة 8 ساعات، طبعا إكس هي عبارة عن 8، راح استبدل إكس عندي هنا بالثمانية، حستبدلها بالثمانية، حضرب في 8 هي 150. إذا الإجمالي حيكون 150 درهم. الآن راح أضرب 15 ب8 بكل بساطة، هي عبارة عن 120 بتساوي 150 زائد البيع. وذكرنا أن القيمة الأولية عندي هي نفس السلبية على التقاطع مع محور واي. نتخلص من 120 ناقص 120 إلى كلا الطرفين. 120 ناقص 120 عبارة عن صفر، لأن بي بيساوي 150 ناقص 120 عبارة عن 30 درهم. هذا البي هي عبارة عن القيمة الأولية. سؤال رقم 3. معلم معه عدد معين من الأطعمة المعلبة ضمن حملة تبرع بالأطعمة. كل يوم من حملة التبرع يعتزم الفصل إحضار 10 علب. العدد الإجمالي من العلب في اليوم 10 يبلغ 205. افترض أن العلاقة خطية. فسر معدل التغير والقيمة الأولية. طبعا نكتب القاعدة y بتساوي mx زائد البي. لأن تلاحظ أنه قلنا من العلب في اليوم الواحد 10. إذا الام هي عبارة عن 10 عندي هنا، والإكس برضو عنده 10 علب، برضو الإكس عنده عبارة عن 10 أيضا زائد البي. كامل إجمالا 205. احنا كتبنا الآن بناء على معطيات السؤال. إذا الآن 10 ضرب 10 عبارة عن 100 يساوي 205 زائد البي. نتخلص من 100 ننقص 100 إلى كلا الطرفين. 100 ناقص 100 بتساوي 0، إذا بي بيساوي 205 ناقص 100 عبارة عن 105. الآن أول شيء بالنسبة لمعدل التغير، معدل التغير هو عبارة عن 10 علب. طبعا المعدل التغير عندما هي عبارة عن الام، هي عبارة عن الام هي 10 علب كل يوم. هذا بالنسبة للتفسير. القيمة الأولية عندي نعملها بلون آخر. القيمة الأولية عندي أيضا ما مشكلة، هي عبارة عن البي. عبارة عن البي كم تساوي القيمة الأولية؟ عبارة عن 105. ننتقل لسؤال آخر. بالنسبة لسؤال رقم 4. قامت هداية بإعداد بعض الكعك صباح يوم أحد الاحتفالات. يوضح الجدول. نشوف الجدول عندنا 5 10 15. الآن أوجد وفسر معدل التغير والقيمة الأولية. بلاحظ أنه عندي التغير، معدل التغير دلتا واي على دلتا إكس، أو التغير في واي على التغير في إكس. الآن بالنسبة للواي لاحظ أنه التغير عندي كام؟ 28 و32 عنده 4، أو قلنا 32 ناقص 28 هي عبارة عن 4، وال10 وال5 بيناتهم 5. إذا التفسير عند 4 كعكات كل 5 دقائق. هذا التفسير الصحيح. 4 كعكات كل 5 دقائق، هذا هو التفسير الصحيح. الآن نيجي هذا بالنسبة لمعدل التغير اللي هو عبارة عن 4 إلى 5، اللي هي بين قوسين 8 من 10. 8 من 10. طبعا المعدل اللي هو 4 كعكات كل 5 دقائق.
طبعا في الدقيقة الواحدة، بمعنى لو نتكلم في الدقيقة الواحدة معدل الوحدة 8 من 10 كعكة كل 1 دقيقة. هذا لو بنتكلم على معدل الوحدة، وما طلب لنا معدل الوحدة، قال معدل التغير. الآن نيجي لموضوع الثاني، القيمة الأولية. اكتب القاعدة y بتساوي mx زائد البي. ناخذ أي نقطة، ولتكن النقطة الأولى هي عبارة عن 5 و28. هذه x وهاي y. إذن الواي عبارة عن 28 تساوي الام هي عبارة عن معدل التغير، هي 8 من 10. الاكس هي عبارة عن 5 زائد البي. الآن نضرب 8 من 10 ضرب 5 تساوي 4. نزل 28 وننزل البي. الآن نحل هذه العلاقة. طبعا ناقص 4 إلى كلا الطرفين. 4 ناقص 4 بتساوي 0. إذن بي بتساوي 28 ناقص 4 عبارة عن 24. طبعا ك هذه هي القيمة الأولية. هذه البي عبارة عن القيمة الأولية. ننتقل لسؤال رقم 5. مع مجموعة أيمن عدد معين من أقراص DVD. يوضح الجدول إجمالي ما في مجموعة أيمن من أقراص DVD خلال عدة أشهر. فلاحظ أنه أول شيء بدنا طالب لنا معدل التغير والقيمة الأولية. طبعا معدل التغير دلتا واي، أو التغير في واحد التغير في إكس. طبعا الواي من 18 ل 27 عبارة عن 9، وبين الإكس طبعا 6 ناقص 3 عبارة عن 3. إذن واي يساوي 3. هذا إذن معدل التغير 3. إذن التفسير 3 أقراص. طبعا 3 تقسيم 1 لو نفسرها ب3 أقراص في الشهر. هذا بالنسبة للتفسير. بالنسبة إلى الآن القيمة الأولية عندي، نقول y بتساوي mx زائد البي. ناخذ أي نقطتين، ولتكن أول نقطة اللي عبارة عن 3 و18. هذه قيمة x وهذه قيمة الواي، ونعوض. قيمة الواي عبارة عن 18 بتساوي الام اللي هي عبارة عن اللي هي معدل التغير 3. اكس هي عبارة عن 3 زائد البي. 3 ضرب 3 بتساوي 9. إذا بتساوي 18 زائد البي. نتخلص من 9 ناقص 9 إلى كلا الطرفين. 9 ناقص 9 بتساوي 0. إذا البي بتساوي، الآن لو قلنا 18 ناقص 9 عبارة عن 9 أقراص DVD. 9 أقراص DVD. وبهيك بكون احنا انتهينا، والله يعطيكم ألف عافية. بارك الله فيكم.